صحابي عاملين ايه؟ النهاردة معانا تجربة اجتماعية في بروك هيفن، هنقدم هدية لأي حد نشوفه ونشوف الرد بتاعه. ويلا نبدأ. أول حاجة، أنا أول ما دخلت أول سيرفر لقيت أجانب، فلقيت في وشي على طول أول ما بنت في السبون البنوتة الحلوة دي، وبعدين عمالة أحاول أديها الهدية. هي بتقولي مش عارفة، وأنا عمالة بستنى ردة فعلها. اوكي، ومعاها جلبوبة كيوتة، ولقيتها هنا مش بتديني ردة فعل، فقررت ان انا اكتب لها here you are I give you a present، يعني ان انا اديتك هدية، اتفضلي يعني. وبستنى ردة فعلها. وهنا اخدت بالي ان هي حولت الهدية اللي كانت في ايدها لدبدوب لعبة على شكل قرد، وبعدين قالت لي انا كبيرة I'm an adult، يعني انا كبيرة. فانا استغربت، يعني ردة فعلها عجيبة قوي. بعدين هنا كنت هبدأ امشي، وبعدين خدت بالي ان هي بتقولي اوكي بس شكرا ثانك يو. وهنا عملت تليبورت، لقيت ناس بيتكلموا مش عارفة لغة عجيبة، وبدأت ان انا اعمل نفس الحكاية واديهم هدايا. وهنا لاحظت ان البنتين قالوا لي نفس الكلمة في الشات، اللي هي الكلمة الموجودة فوق البنوتة دي. وهنا وانا عمالة بتمشى لقيت ماريو، فحبيت ان انا اديله هدية، وردة فعل ماريو كانت ياهو. وهنا ماريو سألني ينفع تستني يا صاحبي عشان تديله هدية، وانا قلت ماشي، اللي هو قدامكم على الشاشة. وانا بستنى ماريو لقيت الشخصية الكرتونية دي اللي قدامكم على الشاشة، انا معرفش اسمها ايه، بس حبيت ان انا اديها هدية. وبصراحة اليوم كله كان مليان مفاجآت، وببص لقيت صاحب ماريو جالي عشان ياخد الهدية، وبعدين اديت له الهدية بتاعته. بصراحة اليوم كله كان مليان شخصيات كرتونية عجيبة وكتير. وهنا صاحب ماريو قال لي واو شكرا، وبعدين انا قلت له عفوا. انا تقريبا شخصية ماريو هي نفس الشخصية دي، يعني هو شخص واحد في الحقيقة. وهنا هو نفس الشخص جالي بالشخصية دي، برضو شخصية في ماريو قدامكم على الشاشة، وبرضو اديتها هدية، يعني نفس الشخص اخد 3 هدايا وهرب مني. اوكي، وانا قعدت اجري وراه عشان اشوف لو هيعمل شخصيات تانية، وبعد ما جريت وراه ببص لقيته اتحول سلاحف النينجا. وهنا قررت ان انا ادخل سيرفر عرب عشان اشوف ردة فعلهم، وببص من اولها لقيت شخصية وينزداي وناس تانية، وقررت ان انا اعطيهم هدايا. وهنا مفيش حد اخد مني الهدايا، وبعدين ببص لقيت بنوتة صغيرة وفجأة كبرت. وبعدين ببص لقيت البنوتة صغيرة في بنوتة كبيرة ولابسة لبس بوليس وعمالة بتجري ورايا، فما خدتش الهدية مني. وبعدين لقيت الناس دول لما عملت تليبورت للمنازل، لقيت واحدة اسمها أسيل، حبيت ان انا اديها الهدية، وكانت عمالة تتكلم مع ناس تانية تقريبا كانوا بيعملوا تمثيلية، واخدت الهدية مني وشكرتني، ودي كانت ردة فعلها. اللي يوصل لحد هنا في اخر الفيديو يكتب لي تحت في التعليقات انه وصل لاخر الفيديو، وهقول حاجه مهمه عشان اتاكد منكم انكم وصلتوا للاخر. انا استوحيت فكره الفيديو دي وانا رايحه اصور الفيديو الشورت اللي قدامكم ده. كنت عماله بصور وبجيب بيت، لقيت بنوته كانت بتعمل معايا الفكره دي وعماله بتديني هديه، وفعلا كنت ساعتها زعلانه وهي فرحتني. فانا استوحيت الفكره دي وحبيت ان انا اصورها كفيديو.